قبل ما نبدأ الفيديو صلي على النبي ودوس لايك عشان تدعمني نكمل الحكايات الجاية. بتبدأ قصتنا بعربية شرطة متجهة لمكان بلاغ، وبنفهم ان في شخص مبلغ عن كلب الشرس بيهجم على اي حد قدامه وبياكله. بتوصل العربية للمكان، بينزل منها نيل ومايك وكانوا رافعين سلاحهم وعلى اتم الاستعداد. بيقرب مايك من المكان اللي الكلب محبوس فيه وبيبص لنيل وبيقول له جاهز ولا ايه؟ بيقول له عيب عليك يا باشا، هفاجئك، افتح انت بس للكلب. بيفتح مايك الباب وبيتفاجئ بكلب الشرس عايز ياكله بأي شكل، لكن السلسلة اللي هيشاها وفجأة الحبل اتقطع الكلب هجم على مايك وكان بياكله. نيل اترعب من الموقف ده وما كانش عارف يتصرف ازاي. مايك قال له اعمل حاجه الله يخرب بيتك. بيوصل صديقهم جيس وبيضرب الكلب طلقه بيجيب اجله. بينزل جيس يطمن على مايك وبنفهم ان مايك القائد بتاعهم. مايك قال له بسيطه يا عم، عضه خفيفه كده في كتفي وهتروح لحالها. بعد كده مايك بيكلم الوحده بتاعته وبيبلغهم ان الكلب مات خلاص. والغريب بقى ان محدش فيهم بيلوم نيل على تصرفه الغريب اللي عمله. بعد كده نيل بيبص على الكلب وبيقول لهم في فيروس بيصيب الكلاب بيخليهم يبقوا متوحشين، ولو الفيروس ده اتنقل لك هتبقى مصيبه. المشكله ان مفيش حد بيرد عليه كانه مش موجود اصلا. اهم حاجه المهمه خلصت بنجاح ورجعوا لاسم الشرطه. وقبل ما ينزلوا نيل حط الاشاره قدام مايك وقال له انا هقدم استقالتي، انا اعصابي متوتره بقالي فتره ومش قادره اركز في شغلي. مايك قال له بص يا صاحبي، انا مقدر الموقف اللي انت فيه ومش هغصبك على حاجه انت مش عايزها، خد اجازه مفتوحه واطلع غير جو انت وزوجتك. وبنفهم ان نيل عنده ابن مختفي من شهرين ومفيش حد قادر يوصل له من وقتها. نيل وزوجته متدمرين واعصابهم بايظه. بيوصل بيته بعد ما قدم استقالته بيلاقي زوجته ايبي نايمه على الكنبه، وكان زعلان عليها لانها مقضياها شرب كحول ومهدئات من وقت ما ابنها اختفى. بيقول لها مش قلتلك كذا مره ما تعمليش في نفسك كده؟ انت كده بتدمري نفسك على الفاضي، صدقيني كلها شهرين 3 وهيحس اننا وحشناه وهيرجع تاني. بتقول له لا انا حاسه انه حصل له حاجه، مش معقول ابني حبيبي يبعد عني المده دي كلها من غير ما يسال عني. نيل اتاثر بكلامها وقال لها وعدك اني هبحث عنه في كل مكان لحد ما اجيبه. وتاني يوم بيصحى الصبح وبيطلع يتمشى وبيفضل ماشي لحد ما بيوصل لبحيره. وقتها بيفتكر ذكرياته مع ابنه وبن لما كانوا واقفين هنا بالظبط من سنه، ونيل بيديله ساعه هديه ورثها عن جده. وقتها ابنه خد الساعه وكان فرحان بيها جدا. بيفوق من الذكريات الجميله دي للواقع الاليم وكان حاسس باليأس والحزن لدرجه انه بيطلع مسدسه وبيقرر انه يخلص على نفسه. وكان معاه السيجاره ال فبيولعها وبيشربها قبل ما يموت، لانه لو مات وسابها في جيبه خساره هتترمى على الفاضي. بياخد انفاسه الاخيره وبيحط المسدس تحت رقبته ولسه هيقتل نفسه بيسمع صوت بنت بتغرق في البحيره وبتنادي على اي حد ينقذها. فبيقول لها ما تخافيش هنقذك، اخلص وجايلك. بعد كده بيجري وبينط في الميه وبيقدر انه ينقذها. بعد كده بيطمن عليها، بيتفاجئ انها الزومبي وبتهجم عليه وكانت عايزه تاكله، لكن نيل اقوى هو منها وبيقدر انه يحدفها بعيد. وبيمسك مسدسه علشان يقتلها، لكن بيتفاجئ ان المسدس فاضي وما فيهوش ذخيره. فبيرمي المسدس وبيمسك فيها وبيثبتها على الارض وبيمسك صخره وبينزل على دماغها لحد ما بيفرتكها. وكان مصدوم من الموقف اللي حصل ده ومش مستوعب ان في كائنات بالشكل ده. بياخد مسدسه وبيجري على بيته وهو مرعوب. بيوصل بيته وبيصحي ايبي لكنها في 7 نومه ومش عايزه تقوم. فبيمسك جهاز اللاسلكي وبيحاول يكلم اي حد من الشرطه لكن مفيش حد بيرد عليه. بيسمع صوت بره البيت فبيتسحب وبيشوف الصوت جاي منين. بيتفاجئ ب2 من الزومبي جايين على البيت. بيدخل بسرعه يفتح الدرج اللي شايل فيه الذخيره، لكن بيتفاجئ ان العلب كلها فاضيه. بيصحيها وبيسالها المكان الذخيره، والغريب انها مش بترد عليه وبتكمل نوم. واول ما بيطلع من الاوضه بيتفاجئ بواحد من الزومبي قدامه، فبيمسك فازه علشان يناوله على دماغه، لكن الزومبي بيمسك ايده وبيكسر الفازه وبيوقع نيل على الارض وبيكون عايز ياكله. فبيمسك حته من جسم الفازه وبيحطها في رقبته وبيقتله. بيحاول ياخد نفسه عن امه، بيلاقي التاني داخل عليه فبيقرب عليه وبيرزعه دماغه في المطبخ وبيمسك حبله وبيخنقه بيه، وبيفضل شده بالشكل ده لحد ما بيخلص عليه. بعد كده بياخد ايبي وبيطلع من البيت علشان يمشوا من المكان ده. وايبي كانت دايخه ومش مستوعبه اللي بيحصل اصلا، لدرجه انه بعد ما ركبها على العربيه بتكمل نوم. المهم ان اللي بيفضل ماشي بالعربيه باكتر سرعه. بيوصل للحديقه العامه وبيتفاجئ بالزومبي في كل مكان فيها، وما كانش مصدق اللي عينه شايفاه ومش عارف هو في حلم ولا في علم. بيكمل شويه بعيد عن الحديقه وبيقف يتكلم مع ايبي اللي صحيت. بيقول لها صباح الفل يا حاجه، فوقي معانا كده، القيامه بتقوم في عضوه انتشرت في المدينه والناس اتحولوا لزومبي وهاجموني. فبتستغرب وتقول له زومبي ايه؟ حصل امتى الكلام ده؟ فبيقول لها انا زيك معرفش اي حاجه، فتحت عيني لقيت الزومبي حواليا في كل مكان، لازم نمشي ونسيب المدينه دي حالا. وكانت ايبي مش مستوعبه كلام ليل وفاكراه بيهلوس. بتطلع الحبوب المهدئه وبتاخد حبايه علشان تهدي اعصابها. بعد كده بتقول له انهم لازم يروحوا البيت قبل ما يمشوا من هنا علشان يلموا حاجاتهم الاساسيه، وفعلا سمع كلامها واتجه لبيته. بيقول لها بعد ما اخلص في بيتنا هعدي على صاحب مايك اللي شغال معايا في الاسم، اكيد مايك عنده معلومات عن اللي بيحصل ده وهيفيدني. فبتقول له ممكن مايك يكون اتصاب العدوى هو كمان. قال لها والله عندك حق، ده في كلب عضه امبارح كمان واحتمال كبير يكون نقل له العدوى. بعدها بيوصل بيته وبيبدا يلم كل حاجاته المهمه، وافتكر ان المسدس ما فيهوش ذخيره فبيسال ايدي عليها. فبتقول له بصراحه كده انا رميت كل الذخيره اللي موجوده لان خايف عليك لا تاذي نفسك وتنتحر. قال لها يا واقعه بيضه، طب هنعمل ايه دلوقتي؟ ده المسدس اللي كان هيحمينا. وبعد ما خلصوا اخدوا حاجاتهم الاساسيه بيتحركوا بالعربيه في اتجاه بيت مايك. واثناء ما كان ماشي بالليل بالصدفه
بيشوف بنزينه فبيقول لإيبي خليكي في العربيه واقفلي على نفسك كويس وانا هنزل اجيب بنزين وجاي، سامعاني؟ اياكي تفتحي الشبابيك مهما حصل. بيوصل للبنزينه وبيستغل الفرصه في كل حد في العالم وبيولع السيجاره في البنزينه لانه عارف ان محدش هيقول له بتعمل ايه. لكن الزومبي كان ليه راي تاني، بيقول له بتعمل ايه؟ انا هبجاره. بيطلع على العمود بالشكل ده وبيكون الزومبي ده مختلف عن اي زومبي شفته قبل كده. لكن الكلام ده ما ياكلش مع نيل، بيوجه البنزين ناحيته وبيحرقه بالولاعه وبيقدر بسهوله انه يخلص عليه. بعد كده بيرجع لإيبي وبيخلعه وبيتجه لبيت مايك، وقبل ما ينزل بيدي سكينه لإيبي وبيقول لها خليها معاكي علشان تدافعي بيها عن نفسك، والاحسن تفضلي هنا في العربيه وانا هتكلم معاه دقيقه وجاي. بيوصل لباب البيت بيتلاقي انه مفتوح، فبيدخل بكل هدوء ومش بيعمل اي نفس علشان لو في زومبي ما يحسش بيه. بيدخل المطبخ بيتفاجئ بكاميلا مرات مايك وهي بتقطع اللحمه ومتحوله لزومبي بالشكل ده، تهجم عليه بالسكينه وبتحاول تقتله، لكن نيل اقوى منها فبيوقع على الارض وبيجري على دولاب الذخيره بتاع مايك علشان ياخد منه طلقات، وفعلا بياخد طلقتين وبيحطهم في المسدس وبيخلص على كاميليا. بتوصل بنتان بيت وطبعا بتشوف مامتها مقتوله فبتتجنن على صاحبنا ده، وكانت متحوله زومبي بتنط عليه وبتحاول تاكله، لكن نيل بيرميها على الارض وبيوجه عليها السلاح ولسه هيقتلها. بتوصل إيبي وبتقول له انت بتعمل ايه؟ انت هتقتل اوليفيا بنت مايك، انت اتجننت. وفجاه مايك بيهجم على نيل وطبعا بيكون اتحول زومبي، بيمسكه من رقبته وبيحاول يخنقه، ونيل كان بياخد انفاسه الاخيره وبيقول لإيبي اقتليه بسرعه قبل ما يقتلني. بيخنقه اجمد واجمد ونيل كان بيموت في ايده، فبيقول لإيبي اقتليه بسرعه قبل ما يقتلني، لكن إيبي بترفض انها تقتله واوليفيا بتاخدها من ايديها وبيمشوا بعيد عن البيت. بعد كده نيل بيضرب مايك في وشه وبيمسك المسدس بتاعه وبينزعه طلقه في دماغه وبيخلص عليه. بيطلع بسرعه من البيت وبيبحث عن مراته إيبي، والمشكله انه مش بيلاقي العربيه قدام البيت، فبيطلع على مكان عالي علشان يشوفهم مشوا من انهي اتجاه، وللاسف بيفقد توازنه وبيقع من الارتفاع العالي ده وبيغمى عليه. وقتها بيفتكر مواقف حصل قبل كده لما بين ابنه ساب البيت ومشي. إيبي قالت له انت واقف كده ليه؟ اطلع هات الواد وتعالى. بيطلع بسرعه علشان يلحق ابنه وبيفضل ينادي عليه لحد ما بيوصل لحافه جبل، وفجاه بيظهر له ابنه وبيكون متحول لزومبي بالشكل ده، فبيزقه من فوق الجبل وبيخلص عليه. وفي تاني يوم نيل بيفوق من الغيبوبه اللي كان فيها وبيكمل بحث عن زوجته، بيلاقيها واقفه قدام العربيه فبيروح يطمن عليها وبيتكلم معاها وبيكتشف انها اتصابت بالعدوى لكنها ما اتحولتش بشكل كامل، فبيجمد عليها وبيكتفها وبيقفل عليها حزام العربيه وبياخدها معاه وبيتحرك بالعربيه بسرعه علشان يقدر يعالجها قبل ما العدوى تمسك في جسمها كله. واثناء ما كان ماشي في اخر المدينه بيلاقي برج اتصالات تبع الشرطه، فبينزل يشوف يمكن يلاقي حد يساعده. بيطلع بكل هدوء، لازم بيطلع له كده ولا كده، وفعلا بيتفاجئ بامين الشرطه اللي في المكان متحول لزومبي، بيخبطوا طلقه في بطنه وبيخبطوا بظهر السلاح بيقلبه من فوق. بعد كده بيدخل يبحث عن اي حاجه تساعده، بيلاقي جهاز لاسلكي، بيفضل يتكلم في اللاسلكي ويطلب استغاثه لكن مفيش فايده، مفيش حد بيرد عليه. واخر ما زهق خد جهاز اللاسلكي معاه واتحرك بالعربيه، والمشكله ان إيبي اتحولت لزومبي بشكل كامل. واثناء ما كان ماشي بيفضل يتكلم في جهاز اللاسلكي يمكن حد يسمعه، ومن حسن حظه صديقه جيس اللي كان شغال معاه في الاسم رد عليه وبدا يحكي لجيس عن العدوى اللي انتشرت في المدينه، وبيقول له كمان ان زوجته اتصابت بالعدوى دي وممكن تاكله في اي وقت. جيس قال له انا هستناك عند البيت عندك، تعال لي هناك حالا. وفعلا بيلف بالعربيه وبيتجه للبيت بالليل. بيوصل لمكان بيته بيلاقي عربيتين شرطه واقفين، بينزل من العربيه وبيفك إيبي لكن بيربط ايديها باحكام علشان ما تهربش منه، وبعدين بيمسكها بالشكل ده وبيتجه ناحيه بيته وبينادي على جيس علشان يطلع. بيفضل ينادي على جيس باعلى صوت. بنشوف جيس طالع من البيت وبنتفاجئ انه اتحول لزومبي هو كمان، وبيظهر 2 من رجالته وبيكونوا زومبي هم كمان. بس الغريب في الموضوع بقى ان جيس بيتكلم معاه وبيطلب منه يسلم نفسه. وقتها نيل بيوجه السلاح على دماغه وبيكون خلاص هيقتله، وفجاه واحد فيهم ضربه طلقه في كتفه ووقع جنب العربيه. واثناء ما كان قاعد بيتألم بيبص على مرايه العربيه بيتفاجئ انه بيتحول لزومبي بالشكل ده، لكن بتكون مجرد تهيؤات، وبيكتشف ان إيبي رجعت لشكلها الطبيعي، فبتقرب منه وتطلب منه يسلم نفسه ويسمع كلام جيس. في اللحظه دي نيل بدا يفوق من اللي هو فيه وبدا شريط الذكريات يمشي قدام عينيه. بيفتكر الحديقه العامه اللي كانت مليانه زومبي، وبنفهم انهم كانوا ناس طبيعيين، بس صاحبنا ده كان عنده تهيؤات وهلاوس. حتى مايك صديقه كان انسان طبيعي، وزوجته كاميليا كان اللي دخلت عليها المطبخ كانت طبيعيه، حتى اوليفيا بنتها ما كانتش زومبي ولا حاجه. مش كده وبس، حتى البنت الغلبانه اللي انقذها من البحيره كانت بنت طبيعيه، بس صاحبنا ده اللي كان تعبان في دماغه وبيشوفهم كلهم على انهم زومبي. بنرجع للوقت الحاضر وبنشوف إيبي بتتحايل عليه علشان ينزل سلاحه ويسلم نفسه لجيس، وبتقول له كمان ما تلومش نفسك، انت مالكش اي ذنب في موت ابنك. بنرجع للزمن يوم ما ابنه ساب البيت ومشي، وابنه كمان كان طبيعي وما كانش زومبي ولا حاجه. وقتها شد الشنطه من ابنه بيتحايل عليه علشان يرجع معاه البيت، لكن غصب عنه بيخبط في طوبه وبيقع من فوق الجبل، وللاسف بيموت عدان عيون صديق. بينزل تحت الجبل علشان ينقذه لكنه مش بيلاقي ابنه، وبيبص فوقه بيلاقي صقر بيحوم في المكان، فبيمشي من المكان وبيبحث عن ابنه. تقريبا كده الصقر ده مسحور او وراه سر خطير محدش فاهمه. المهم بيبحث عنه في مكان تاني، مع ان بين ابنه واقع على الارض قدامه وبيطلع في الروح. ومن وقتها ونيل متخيل ان ابنه اختفى وان في فيروس انتشر في العالم وحول كل الناس لزومبي. بنرجع للوقت الحاضر وبنشوف جيس ورجالته بيطلبوا منه يسيب سلاحه، وبعد ما نيل استوعب المصيبه اللي هو عملها وفهم ان كل الزومبي اللي حواليه تهيؤات، حس بالندم اكتر وقرر انه يقتل نفسه. بس قبل ما يقتل نفسه قرر انه يقتل إيبي الاول علشان يخلصها من الحزن اللي عايشه فيه بسبب ابنه المجنون. بيوجه السلاح عليها لكن جيس انقذ الموقف وقتله قبل ما يقتلها. وطبعا نيل بينزل جثه هامده، مع
ان كل اللي حصل ده ملوش ذنب فيه، وايبي